السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم لو انت شغال والعجلة بتاعتك ريحت او سيخ ضربها في الموقع او اي حاجة حصل للكاوتش بتاع اللودر، في الحالة دي هتتصرف ازاي او هتحل اللودر ازاي؟ طريقة حل العجلة من اللودر يعني. الفيديو ده ان شاء الله هيتكلم. لو عجبك الفيديو ان شاء الله ما تنساش تعمل اعجاب وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وعشان ما اطولش عليكم ان شاء الله هيا بينا نبدأ. بسم الله. زي ما عودناكم يا شباب ان كل حاجة سهلة ان شاء الله وبسيطة، ما فيش حاجة صعبة. العجلة القدامانية لو العجلة القدامانية ريحت منك او ضربها سيخ او اي حاجة، عشان تحلها ازاي؟ هترفع السكينة كده شوية اهو تحت اللودر وتوليها لتحت، هتوجهها ايه لتحت وتنزلها على الارض كده وترفع اللودر لفوق شوية. هترفع اللودر لفوق كده زي ما انت شايف اللودر كده رفع معاي لفوق. هنزل كده تحت اوريكم الطريقة ازاي، خليكم معايا يا شباب. شايف الطريقة ازاي؟ اللودر اترفع من على الارض، هتحمل على السكينة كده اللودر اهو مرفوع زي ما انت شايف على الارض. عايز تنزل شوية هتدوس على الملونات شوية، هتريح لتحت. عايز ترفع فوق ترفع، عايز تريح شوية لتحت هتريح. وهتحل من المسامير اللي هي دي، تمام كده. هذا اللودر مرفوع العجلة القدامانية. طيب لو العجلة اللي ورا العجلة الخلفية اللي هي دي مثلا، دي هتنزل تحت اللودر كده، تمام كده. شايف جنب العجلة دي، جنب العجلة بتاع اللودر اللي هنا دي، تمام كده. هتروح جايب كريك وحتة بندورة، يعني حتة بندورة كده، واخد بالك. هتحطها تحت وهتجيب كريك اللي هو بتاع الكريك الكبير، وهترفع الكريك لفوق. هتترفع معاك العجلة زي دي كده لقدام شوية لفوق، وهتحلها وهتروح تصلحها وهترجع تركبها، وبعد كده تشيل الكريك، تمام كده. يبقى العجلة القدامانية هتحمل على السكينة، هترفع السكينة شوية لفوق كده وهترفع اللودر زي ما انت شايف. بعد كده العجلة الورانية، العجلة الخلفية دي هتحط الكريك تحت اللودر كده من الجنب هنا اهو، تحت البتاعة دي جنب العجلة، وهتحط الكريك هيرفع معاك اللودر. طريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله، وما تقلقش، يعني كل حاجة سهلة وبسيطة ان شاء الله. وزي ما انت بعد ما تركب هترجع زي ما انت كان، هتنزل السكينة لتحت، هترفع السكينة لفوق، هينزل معاك اللودر، واخد بالك. وبعد كده نفس النظام، هتنزل الكريك وهتركب الفردة الخلفية كده، هتبقى ركبت معاك. موضوع سهل وبسيط ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.